وعليكم ورحمة الله وبركاته. بداية فيديو جديد معاكم يا جماعة، هبة في المطبخ. النهاردة هنعمل معاكم يا جماعة السجق بطريقة سهلة بسيطة، وده شكله. انا هنا مقدماه مع بطاطس. اول حاجة يا جماعة بتشطفي طبعا السجق كويس. هنا انا بتجيبي طاسة من غير ما تحطي اي مادة دهنية، لان السجق يعني بيكون فيه مادة دهنية، فبتنزلي بالسجق على الطاسة بعد ما بتسخن، تقلبي بقى فيها شوية كده، تستمري بقى في التقليب لحد ما تلاقي السجق بدأ يخش في السوا شوية معاكي، ويبدأ ينزل الدهون بتاعته. هو بيحتاج بصل، فلفل، طماطم، والبهارات بس، ما بيحتاجش غير كده. طبعا بعد الخطوة ديت بتبدأي تنزلي بالبصل. انا هنا اهوت كمية قليلة فحط لها بصلاية كبيرة. طبعا انت بتزودي البصل على قد كمية السجق. نزلت بقى بالبصل اما يبدأ يدبل شوية، تستمري بقى في التقليب. وبعد كده هوت بتنزلي معلقة توم او فصين توم، ما تكتريش. وقلنا برضو تبع كمية السجق. وبعد كده هوت اما يبدأ البصل يعني يدوب شوية معاكي ويستوي مع التومة، استمري طبعا في التقليب، ما تسيبوش. اسرع حاجة يا جماعة واسرع اكلة، متاخدش وقت خالص. غدا، عشاء. بدأنا كده هوت اهي، بدأت اهي البصلة تدبل معانا. تمام. هنا بقى يا جماعة انا بقى يعني كنت بقطع الفلفل اثناء ما انا بقى بقلب في السجق مع البصلة. قطعت طماطمتين، تلات طماطمات كده هوت مع حبة فلفل. طبعا عايزة تخليه حراق حطي براحتك، انا حط ده على ده. واضيفه بقى على السجق والبصل. استمري طبعا في التقليب، ما تسيبوش على نار وسط. بعد كده بتبدأي تضيفي التوابل عبارة عن ملح، رشة سكر، فلفل اسمر، كزبرة ناشفة، شطة، توابل لحمة بس. ما بتحبيش التوابل كتير وحاسه، وطبعا تخلي بالك من نسبة الملح، لان السجق بيبقى هم محيقين، بيبقى فيه برضو نسبة ملح، ما تكتريش الملح. تستمري طبعا في التقليب لحد ما كله بقى يبدأ يستوي معاكي، الطماطم والفلفل، وكله بقى ياخد طبعا من بعض. ماشي. هنا انا بوريكم خطوة بخطوة اهو. بدأت الطماطم والفلفل يعني تدبل شوية معاكي وتستوي. هنا خلاص دي المرحلة الأخيرة، وقدمته مع بطاطس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.